طيب النهارده انا جايه اؤكد فكره ان الطرد ممكن يلغي التمكين بالفعل. ايه يا استاذه، ده انت صاحبه مقوله ان اعمل طرد واخلى براحتك كده كده هتتمكن. ممكن يلغي التمكين. تعالوا افهمكم ايه هو قرار التمكين. قرار التمكين ده قرار حيازه وقتي حين الفصل في ايه؟ في الدعوه الاساسيه. يعني انا جايه اعمل تمكين على الشقه، ودي شقه ايجار، وصاحبها لا جوزي ولا امه ولا اخته ولا ابوه ولا مثلا جوز اخته ولا اي حد من عيلته كلها، ولا حتى صاحبه، عشان ساعات بثبت كمان لو هو صاحبه احنا بنثبت الكلام ده عادي. وبالفعل الشقه ملك حد تاني، وراجل اصلا مفتوح له ملف ضريبي ان هو متعود ان هو ايه، يأجر الشقه دي. يعني في حد قبل ما انا اسكن الشقه دي واجرها عامل اثبات تاريخ مثلا ومسمعها في الضرايب. فانا عملت عليها تمكين انا وجوزي عشان الراجل ما يعرفش يطلعنا من الشقه، فهو رفع طرده واخلي. لا، كده قرار التمكين هيتلغي. ليه؟ لحين الفصل في الدعوه. يعني انا من حقي اللي انا اطلب طرد واخلى عشان انا الملك الحقيقي. لا عقدي فيه سوريه، ولا العقد اتباع، او مثلا انا بعت الشقه بعد ما حصل قرار التمكين وجاي اتكلم بعد كده اقول اصل انا بعت الشقه. لا، ده انا راجل متعود على اني اجر الشقه، وان الشقه اصلا ملكي، والناس دي ما اعرفهاش وانا باجر لهم، واخد تامين ومعايا ايصالات بدفع الايجار. كل ده يمنع السوريه ويخليكي ما تتمكنيش من الشقه واخد طرد واخلى واقول لك مع السلامه.